مش دي البنت فاكرها بلا تبان عليها ابو حسنين؟ ايوه يا اخويا البنت دي ما تلحقش وليد ويا دوبك تحبل. ربنا يديك الخلف الصالح. السلام عليكم متابعين مصر زمان. أصل الحكاية العمدة وشيخ البلد وكمان الغفر. اسمع يا سيدي الحكاية واسمع يا هانم. ناس كتير ما يعرفوش عن منصب العمدة أي حاجة غير إنهم كانوا بيشوفوا العمد في الأفلام زمان وفي المسلسلات. بيكون هو السلطة التنفيذية والمتحكم في قريته وفي كل أمورها. تاريخ من الجدل اتكتب عن منصب العمدة أو شيخ البلد عبر العصور، فكان منهم المتسلط على أهل قريته، يعني كان بيظلم أهل بلده وكان خاين بيرضي الأطراف التانية ويدوس على الفلاحين الغلابة وأهل بلده. وفي عمد تانيين وقفوا مع بلادهم ضد الاستعمار. اسم عمدة في مصر هو امتداد لاسم شيخ البلد، كان بيطلق من زمن أجدادنا الفراعنة على رئيس أو كبير القرية إلى عهد محمد علي باشا. بعد كده اتعرف باسم العمدة. لكن في بلاد مصرية بيقولوا إن منصب شيخ البلد مش موجود بجوار منصب العمدة، فشيخ البلد هو مسؤول عن سجلات الناحية وبيتم تعيينه من الحكومة وبيفضل لحد ما يتوفى. والعمدة بيقوم بأعمال ضبط الأمن وله كمان مساعدين بتوظفهم الحكومة، طبعا بيتوظفوا براتب شهري. هما الغفر والكبير بتاعهم اسمه شيخ الغفر، وده بيكون أكبر واحد فيهم في السن. والعمدة بيتم تعيينه بالانتخابات وبيشتغل من غير أجر. قامت الحكومة المصرية في السنين الأخيرة إنهم شالوا منصب العمدة من بعض البلاد، لأنه كان بيحصل مشاكل ومشاحنات كانت بتحصل بين العائلات علشان بيتنافسوا على منصب العمدة. وعملوا ايه الحكومة؟ حلوا المشاكل دي وعملوا نقطة شرطة من رجال الأمن المصري بيشتغل تحت قيادتها غفر البلاد، اللي كانوا تحت قيادة العمدة اللي هو قبل ما تتعمل النقطة. وكمان بيكونوا موظفين في الحكومة ومحدش بيقدر يفصلهم. بالرغم من التقدم لسه برضو منصب العمدة موجود في القرى اللي عدد ناسها قليل ومش مطلوب يعملوا لهم نقطة شرطة. ودلوقتي مفيش انتخابات بتتعمل للعمد، بيتم تعيين العمدة من قبل وزارة الداخلية. ثورة التكنولوجيا غيرت الناس. زمان كانت في القرية تليفون واحد بس موجود في بيت العمدة، طبعا فاكرين شكله؟ أيوة هو ده اللي كنا بنشوفه في الأفلام والمسلسلات زمان. ألو يا عمدة، ألو يا مركز، ألو يا مأمور. لكن دلوقتي كل بيت ما فيهوش غير الموبايلات وكمان على عدد الأشخاص اللي في البيت. وزمان كانت أشهر وسيلة مواصلات للعمدة هي الحمار، بيفضل يتجول بيه في البلد وبيقضي بيه كل مصالحه. ورغم دخولنا عام 2021 إلى أن منصب العمدة في قرى ونجوع محافظات مصر لا يزال في حيز اهتمام الجميع من كبار العائلات بالقرى وخصوصا في الصعيد. العمودية كانت تعني القوة والهيبة والغلبة والسيطرة والوقار للعائلة على باقي عائلات القرى زمان. ولكن الأيام دي العمودية أصبحت مختلفة تماما وتغيرت أغلب قواعد ومعايير اختيار العمدة من قبل الحكومة، بجانب تغيير طريقة اختيار العمدة في 2021 بعد ثورة التكنولوجيا والمعلومات. دلوقتي بيتم رصد المشكلات والشكاوي بلجان شبابية وكمان عبر الإنترنت. اسمعوا بقى الشروط اللي المفروض تكون متوفرة في العمدة زمان والشروط بتاعت الأيام دي. العمدة زمان كان لازم يكون عنده أراضي وأفدنة كتير، يعني على الأقل 10 فدان. وعادي لو كان العمدة ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب وكمان بصمجي، بس كان له كلمة مسموعة في المجلس بين الأهالي والناس بتاخد بمشورته وبتعمل بيها. ولكن حاليا لازم يكون العمدة حاصل على مؤهل عشان يكون مقبول وعنده رصيد مالي أكتر من 5 فدان، أو موظف وبيقبض مرتب كويس. وبالنسبة للقبول الجماهيري والقدرة على حل المشاكل والجلوس مع الشباب كانت متوفرة زمان. ولكن العمدة الحديث حاليا لازم يسعى ويجمع الشباب
ويتواصل معاهم على الأرض وعبر وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، ويتلقى شكواهم عشان يتولى أمور ومصالح بلده خلال فترة العمودية. وبيشكل لجان من الرجال وكمان من السيدات علشان تكون السيدات موجودة. فيعني لو حصل مشكلة مع أي واحدة هتكون في ست زيها تقدر تتكلم معاها وتوصل حديثها واللي حصل لها للعمدة. وخلصت حكاية العمدة.